على الارانب وسالته على الارانب، اداني سعر برضه كويس جدا. بس للاسف الشديد اداني امهات اوزانها صغيره جدا جدا جدا، وانا ما كنتش اعرف طبعا ان الوزن ده يعني شيء مؤثر. لما رحنا خدنا الامهات دي لقينا ان الامهات دي اصغر من الخمس امهات اللي هم كانوا عندنا قبل كده. وابتدينا نشوف ونقارن ونقول بقى ايه، هنشوف بقى النوع اللي الراجل ده مديهولنا احسن ولا النوع التاني الكبير ده. ان الامهات تتلقح مش راضيين يتلقحوا فين. بتصل بيه في مره الراجل بقى اللي انا جبت من عنده 10 امهات ده، قلت له يا عم ما تجيلي تبص عليا كده مره، انا الدنيا واقفه عندي والامهات مش راضيه تولد يعني في حاجات كده ايه. في ارنبه عندي طالع لها زلومه كده مش عارف ايه ده. فقال لي ايه زلومه؟ قلت له اه. قال لي عندك كام واحده كده؟ قلت له عندي اتنين تقريبا طالع لهم زلومه كده، حاجه زي زلومه الفيل بالظبط. فقال لي ده جرب. طب هاتهم لي ابص عليهم. المهم خدتهم له. قال لي يا نهار ابيض ده جرب شديد جدا، انت ازاي تسيبها توصل لحد كده؟ قلت له طب انا هعرف منين اصلا ان ده جرب؟ انا ولا اعرف ان ده جرب ولا اعرف ايه علاجه. المهم آه قال لي ده العلاج ان انت هتعمل هتدهن كريم كده اسمه وينج سايد. طبعا طلع الكريم ده اصلا ما بيجيبش اي نتيجه. ذبحت الارنبتين دول اصلا واترموا وماتوا، او واحده منهم ماتت تقريبا حاجه زي كده على ما اتذكر يعني، والثانيه ذبحتها وخلاص. صاحبي بقى اللي هو كان داخل معايا الشريك ده ابتدى يشوف ان العمليه ايه مش حلوه. بعدها بكام يوم كده ام من الامهات ولدت على السلك، عيلها ماتوا. احنا مش عارفين طبعا هي ولدت على السلك ليه. بعد كده لقيناها بتنزل صديد كده ومش عارفين هي بتنزل صديد ليه. المهم كلمت الراجل اللي انا شاري من عنده ده، قلت له يا عم ما تيجي تبص عليا ضروري، انا ده بخسر وبتاع والحكايه والروايه والعمليه مش ماشيه مش فاهم حاجه. قال لي طب انا ايه هبعت لك مشرف احسن، ايه يجي لك ويتابع معاك وبتاع ومش عارف. قلت له ماشي يا عم ابعت لي مشرف. الراجل بعت لي مشرف. ومن هنا كانت نقطه التغيير صراحه. المشرف ده انا اتعلمت منه حاجات كتير جدا 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 جدا. الراجل ده يعني بصراحه خطيني على الطريق الصح. ال 15 ام دولت واحده واحده ربنا يسر الحال منهم وابتدوا يشتغلوا. طبعا هم كانوا بقوا 10 باين يعني بعد الذبح والزلاليم والزلومه والالتهاب الرحم والذي منه. بس ربنا كرم بعدها وابتدت الامور تظبط لما ابتديت افهم، لان هي طبعا الموضوع محتاج خبره، وما كانتش الخبره موجوده عندي اصلا يعني. انا كنت صفر، مش بعرف اصلا يعني يعني امسك الام صح ازاي ولا افرق ما بين اي حاجه واي حاجه. يعني لدرجه ان انا كنت بساله هي النتايه بتتعرف من الذكر ازاي؟ قال لي يا عم ازاي انت بتتكلم ازاي الكلام ده؟ لان الذكر عنده عضو ذكر يعني باينه دي. قلت له طب وريني يا عم عرفني. طبعا يعني الموضوع ايه كان في البدايه مجهول، جهل تام يعني. لان انا طبعا اصلا خريج حاسب آلي، فما عنديش اي خلفيه عن الايه عن الارانب يعني. الموضوع بالنسبه لي ايه ما ابيض. ابتديت ربنا كرم واحده واحده لحد ما في مره المشرف بيقول لي يا عم بدل ما انت عمال بقى وتروح وتيجي على ال 15 ام دول، ما تزود عدد الامهات، وخاصه ان انت الامور عندك ابتدت تتظبط وبتاع والكلام ده كله تمام. قلت له والله فكره كويسه. طب انا ايه هبيع العربيه وازود شويه العدد عشان اقدر اواصل يعني. المهم كان معايا عربيه صغيره بعتها وخليت المزرعه 50 ام، وخليت جزء الفلوس للعلف. واول ما ابتدت المزرعه تبقى كامله المعالم يعني ابتدى يحصل مشاكل في الشقه. اقصد بكامله المعالم يعني المزرعه ابتدت تشتغل بكامل طاقتها وبقى في انتاج كتير ما شاء الله والامور بقت ممتازه يعني. ابتدت يحصل مشكله في الشقه ان المجاري ابتدت تضرب.